ازيكم وعاملين ايه في فيديو العاب جديد لواحد من اشهر الموبايلات اللي موجوده حاليا. وموبايل الحقيقه اتطلب مني كتير ان اجرب الالعاب عليه ونشوف كده اداؤه مع بعض. هل الموبايل بيسخن وهنستخدم طبعا مسدس الحراره بتاعنا؟ هل بيسقط فريمات في لعبه ببجي؟ ايه اقصى فريمات يقدر الموبايل ده يحققها؟ وبالمناسبه انا هبدا لعبه اصلا بان انا اشغل ملف يفتح ال 90 فريم في لعبه ببجي موبايل، بالرغم انها مش من الاعدادات الافتراضيه للموبايل، بحيث نضغط على الموبايل يعني باكتر طريقه ممكنه. للي اصلا مش عارف انا بتكلم عن ايه، فانا بتكلم على الشاومي الريدمي نوت 15 نسخه ال 5 جي مش ال 4 جي. ال 4 جي ان شاء الله برضه هجيبها لكم على القناه قريبه. هنبدا تجربه الالعاب بتاعتنا ببطاريه هنا على 99% ودرجه حراره. تعالوا نبص مع بعض كده. درجه حراره الشاشه زي ما انتم شايفين حوالي 30 درجه تقريبا او 29.9، ودرجه حراره الظهر 30 بالظبط او برضو 29.9. فالموبايل لسه بارد، الدنيا حلوه. تعالوا نسمي الله كده ونفتح ببجي موبايل. لا مش من هنا، من هنا عشان الجيم تيربو كده يشتغل معانا. طبعا مش محتاج افكرك ان في مراجعه كامله ان شاء الله هتنزل على القناه فيها كل الجوانب بقى اللي تخص الموبايل، مش بس الالعاب او مش بس ببجي موبايل، الكاميرات والشاشه واداء السوفت وير والبطاريه والشحن وكل حاجه بتخص الموبايل ده تنزل ان شاء الله في المراجعه الكامله. فانصحك جدا تعمل لي سبسكرايب او تشترك في القناه عشان يوصلك الفيديو اول ما ينزل. وكمل الفيديو. للي مش عارف، البروسيسور اللي موجود هنا فهو من شركه كوالكوم، هو السناب دراجون 6 جن 3، يعتبر واحد من اقوى وافضل المعالجات اللي موجودين تحت ال 15000 جنيه. فهنجربه هنا مع بعض. طبعا على الشاشه الكيرفد اموليد التحفه دي اللي جايه بحمايه عين بتوصل ل 3840 هرتز البي دبليو ام بتاعها، مع سطوع خرافي وشاشه الوانها خرافيه داعمه ل اتش دي ار 10. فهنجرب بسم الله كده. الاول بس ايه، خليني اوريك السيتنجز، بعدين جرافيكس. عندك بص اقصى اعدادات مفتوحه هنا، ممكن تختار سموث واكستريم او سوبر سموث، بس برضو هتاخد اكستريم عادي، ولكن انا مش هعملها. انا هخليني مشغل ال 90 فريم. هعمل بوست هنا ونجرب بسم الله. انا حاطط ملف 90 فريم فهيبان معانا جوه اللعبه ان شاء الله. هنا مش هتفرق، هتلاقي موجود 60 عادي جدا، ولكن هتشوفوا بقى ال 90 اول ما نخش اللعبه. بدأنا اهو نشوف لمحات من ال 86 فريم وال 68 فريم 63 فريم 84 فريم. الايه الموبايل بدأ اهو دلوقتي يجمع لنا فريمات، وهنشوف اقصى فريمات هناخدها هتكون كام ان شاء الله على الموبايل ده. الدنيا سلسة، ولكن احنا لسه في اللوبي يعني، فلسه محتاجين نلعب شوية عشان نحكم عليه. اما نشوف هينزلونا فين. انا هخلي طبعا حد ينزلنا عشان نقعد احنا ايه نركز في الفريمات بتاعتنا اللي هي زي ما انتم شايفين 90 فريم 89 فريم 84 فريم. هنشوف برضو ايه ساعة النطة بقى واحنا نازلين. هل الماب هتقعد تحمل، هتاخد وقت طويل، هيسقط فريمات؟ كل ده هنشوفه مع بعض. طبعا مش المقياس انك تجرب على 90 فريم، انا بس بشوف اقصى فريمات يقدر يستحملها الموبايل ده. ونزلنا دلوقتي ونشوف الفريمات بتاعتنا كام. 88 فريم 88 فريم 89 فريم. طب نشوف كده ايه. حتى الان مفيش اي دروب فريمز. واللي بيسأل ففعلا في موبايلات عادي ممكن تعمل دروب فريم وانا نازل هنا، بالذات في الحتة دي يعني. نزل هنا اهو ال 70 فريم 62 فريم 70 فريم 88 فريم. كويس قوي، ما نزلناش يعني عن ال 60 فريم. ده كلام ممتاز وجميل قوي ومقبول جدا جدا يعني، كافي بزيادة. في ناس معانا الفريمات قبل ما ننزل 70 فريم 83 فريم، فاحنا هنا بنتكلم على تقريبا نقول متوسط 70 فريم هتلعب عليهم على الاعداد دي وانت نازل من الطيارة. نكمل ونشوف بقى. لا ايه ده، ايه ده، في لا استنوا شوية، شكل في اكشن بيحصل بره. هل انا حاسس الدور عليا؟ الولا خلص على التيم بتاعنا كله. يا جدعان التيم بتاعي كله خلص. هو بيتعاركوا فين طيب؟ ما انا لفيت البيوت كلها. ولا تطلعوا لي؟ تعالوا لي. ياه يا دي النيلة. طب الفريمات كام؟ 88 فريم، نزلت 66 بعدين طلعنا تاني 82. والله حاجة تحزن. استنى انزل لهم تاني. والله قاعدين خالص يا جدعان. الموبايل بدأ ايه يسخن من جزئية الكاميرات هنا. بدأنا نشوف دفى من هنا، ولكن لسه حرارة عادية جدا يعني، واحنا ما كملناش ربع ساعة اصلا. وايه التيم اللي شغال هلب 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 في ايه؟ هو ده اللي قتله، ده اللي قتل صاحبي. ما سهلة هي يا جدعان، اتعلموها بقى. بص على الفريمات كده.
زي ما انتم شايفين بنلعب على 82 فريم. 82 فريم، كلام جميل. أوه. في حد نزل هنا، ده نزل تاني. اه يخرب بيت الاستفزاز يا جدعان. حد يعمل لي ريكول ولا مستحيل؟ جدعان والله انا ننزل معاهم احسن، انا بنزل لوحدي باخد على دماغي واطلع. الفريمات 64 فريم، 61 فريم، 62 فريم، 60، 61، 60. شايفين بقت 36 درجة، مش عارف ظاهر لكم كده ان شاء الله يعني. حوالي 36 درجة. الجزء ده اكتر جزء سخن في الشاشة، مش حاسس بسخونية كبيرة يعني. مكتوب 37 مع اني مش حاسسها سخنة قوي يعني. شكلنا انا اللي سخن بقى. طب ايه، انتوا نزلتوا ليه؟ نزلتوا ليه؟ هوديكوا حتة حلوة. ايه الفريمات؟ 60 فريم، 70 فريم، 63. ايه ده، العربية اتقلبت. فريمات بقى الايه، 90 راحت خلاص. بقينا نشوف دلوقتي 61 فريم. لا ايه الخضة دي، ايه الخضة دي؟ هو اللي قتلني، هو قتلني تاني. التيم بتاعي قاعد بصوا ماسكين، ده ماسك سهم يا جدعان، وده ايه ده يا جدعان، ده التيم ده حاجة تحزن. نبص على الحرارة طيب، لسه زي ما هي 35.5. شوف الشاشة طيب، الشاشة من هنا 38.5. 40 درجة هنا، الجزء ده 40 درجة. بدأ الموبايل يسخن في أول نص ساعة لعب. خلونا نكمل. احنا نخش 8 ضد 8. انا مش بتاع بيت الرويال ولا حاجة، انا بخش بموت، لا معايا تيم ولا معايا حاجة. ماشي لي بسنايبر. اوبا، اهرب اهرب. اي نبص على الفريمات كده، انا شايف 65 فريم، 75 فريم، 79 فريم. نكمل. مش ملاحظ اي دروب فريمز بصراحة، حتى الان اللعبة سلسة جدا. بتعمل ايه؟ اي ليه ماب زي دي بجد واحد يجري فيها بسنايبر؟ مش فاهم، مش ببقى قادر افهمهم. ايه ده، ايه ده؟ يلا بقى ما بدهاش بقى، هي خسارة. التيم بتاعي مفيش. تعالوا نبص على الحرارة، لان الفريمات جيدة جدا، والموبايل محافظ قوي على 60 فريم نقول. حاسس الشاشة اسخن من الظهر، مش عارف ليه. تعال نشوف حرارة الشاشة. بصوا الجزء ده 41.2. ده اسخن جزء. موبايل دفى جامد. شفنا موبايلات طبعا وصلت معانا ل45 عادي جدا، ولكن هنا حتى الآن آخره 40.5، 41. دي أقصى حرارة لقيتها عليه. أدينا بنكمل ونبص على الفريمات. قلت إيه أكمل كده جيم أخير، ولكن مش هطول معاكم فيه قوي يعني، بس عشان أشوف الفريمات بعد الضغط والحرارة دي كلها هتنزل لكام. وأنا شايف إن الموبايل حرارته بشكل عام هدت شوية. تعالوا نقيسها برضو. زي ما انتم شايفين اللي كانت وصلت ل 42 رجعت بقت 38 درجة. أنا بقتش حاسس بدفى قوي يعني، او حاسس بدفى بس مش سخن، فاهمين يعني ايه؟ لسه في حرارة ولكن الموبايل مش مولع. بس ادينا بنكمل. اما الفريمات فهي 76 فريم، 80 فريم، 78 فريم زي ما انتم شايفين، 68 اقل حاجة، واقل حاجة وصلنا لها اصلا في الفيديو عموما كانت 59 فريم. دي اقل حاجة انا شفتها يعني. اما اللي بيسأل بقى عن جودة اللعبة بشكل عام فهي سلسة جدا يعني، بتاخد الايه، 90 فريم، 60 فريم اسف، بشكل مثالي يعني. هو الموبايل ما كدبش يعني، هو فاتح 60، هو فعلا اخره 60.
اما 90 وكده فانت هتاخدها على لقطات، فاهمني؟ يعني ممكن وانا بتمشى كده الاقي 70 80، لكن هتخش جوه الجيم او جوه عركه بقى وبتاع هتلاقي نفسك بتنزل ل 60 59 في الحدود دي. طب يا جدعان داخلين على الساعه لعب، كفايه كده. احب اقول لك ايه يعني ملخص الموبايل ده على السريع. الاول خلينا نشوف احنا تقريبا ايه قلنا ايه قرب الساعه لعب. تعال نشوف الحراره كام. الحراره بتاعت الشاشه نزلت ل 38 و8 من 10 40 و3 من 10. 40 و3 من 10 دي اقصى حراره وصلت لها دلوقتي. اما بالنسبه للظهر فهو حوالي يعني 35 و8 35 و7. اقصى فريمات اقصى فريمات توصل لها هي 88 فريم 89 فريم 85 فريم، واقل فريمات هتلاقيها او اللي انا لقيته يعني في تجربتي انا كانت 59 فريم. الموبايل ما سقطش فريمات نهائي، ما حسيتش باي لاج، باي تسقيط، باي تهنيجه، باي حاجه كانت بتحصل، سواء انا بلعب 8 ضد 8 او انا بلعب حتى الباتل رويال على الموبايل. وفي الحرارات اقصى حراره وصلنا لها وكانت على الشاشه حوالي 41 درجه تقريبا ل 41 ونص. دي اقصى حراره انا لقيتها، ما عدناش ال 42 وال 43 وال 45 والكلام ده كله. فتبريد الموبايل جيد مش مثالي، لان شفت برضو موبايلات اقل منه شويه في الحراره دي، ولكن كونه ما طلعش فوق ال 42 وال 43 والكلام ده فهو جيد جدا يعني. وارشحه لك للالعاب لو انت يعني مهتم بالجيمنج زي ما قلنا، او لو انت جيمر متوسط فتوكل على الله. الموبايل ده مش هيزعلك تماما في لعبه ببجي موبايل بالتحديد. وفي النهايه طبعا مش عايزك تنسى اللايك بتاعك الجميل وتشترك في القناه مش مشترك، توصلك كل جديد بنزله على البول. وانا عمر واشوفكم فيديو جديد، سلام.